أنه المحتالين والكذابين واللي يدورون فصول عشائرية واللي يدورون فلوس عندهم فد أساليب جديدة، دائما يقعدون يفكرون ويخططون، يبتكرون العديد من الطرق. يعني شفنا هواية، ويمكن أنا في صوت عراقي عرضت هواية طرق احتيال، بس هاي الطريقة يمكن احنا شاهدناها أكثر من مرة، أنه يجي أحد أنت ممكن حتى تكون واقف يعني ما تمشي، يجي أحد يشمر يبليك بلوى، يشمر نفسه على سيارتك وبعد شيء خلصك. هاي صارت هواية، أنا شفتها يمكن مرة بشارع فلسطين، الرجل حتى كان واقف السائق المسكين فتفاجأ، يعني قال لي أنا حتى ما ماشي أصلا، فشلون أنا دعمتك؟ على العموم انكشف وينكشف زيفهم، ولا ينسون انه اكو كاميرات بعد. يعني هسه هاي الصوره انا متاكده هذا اللي شمر نفسه هسه على هاي السياره لو يرجع ويشوف الكاميرات يمكن راح يضحك على نفسه. فاحنا نحذر المواطنين دائما من هذه الاساليب وسوالف المحتالين بصراحه كلها حتى ياخذون فصل